اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولاء، ودي قناتي كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتايه مقاس 30 في 40 بالشوجر شيت، وهنعملها نص فانيليا ونص شوكولاته، وهنستعمل الكريمه الجديده. وطبعا هستنى رايكم وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتبسطني. بس اول حاجه، بس يعني في حد كان سالني على القمع اللي انا عملت بيه التورتايه اللي فاتت، اللي هي بالشوجر شيت بتاعت ميكي. بصي، في 3 انواع او كذا نوع بصراحه، مش 3، بس انا عندي 3 انواع لقمع البيدي فور. بس انا يعني لما باجي بستعمل اللي هو اصغر واحد، بيبقى مكتوب عليه هوريكي دلوقتي مكتوب عليه 6 اف تي تقريبا. 6 اف تي. في منه 7 وفي 8 وفي 9، في احجام كتيره جدا. فيعتبر هم دول الثلاث مقاسات اللي ورا بعض اللي انا بشتغل بيهم. ده شكله كده زي ما انت شايفاه. لما تحبي تروحي تشتريه قولي له قمع البيدي فور. في اختاري اول مقاس. هنسمي الله كده ونبدا. ومعانا 3 بيضات من التلاجة، عليهم 100 جرام من السكر، وعليهم معلقه كبيره من المحسن، ورشه فانيليا. ولازم طبعا يكون حجم البيض كبير. هنضرب المكونات بتاعتي كلها في العجان على اعلى سرعه. وطبعا لو بتشتغلي بالمضرب في المرحله دي مفيش اي مشكله، مفيش فرق بين العجان والمضرب في ضرب الاسبونج خالص. بيطلع نفس الكميه، بيطلع نفس القوام، بيطلع نفس الفوم. المضرب لو يعني سرعته كويسه، نوع كويس، هيشتغل معاكي زي العجان بالظبط. انا كنت اشتغل بالاول بالمضرب، وكان نفسي اجيب عجان، وكنت فاكره ان هو واو. اي نعم، مريح طبعا، وربنا يبارك لكل الناس وتجيبه. بس يعني اللي ما عندهاش مشكله، فما تعطلش نفسها. هو بيفرق في الكريمه بس، يعني بيفرق في حجم الكريمه بس. طبعا انا ضربت كل المكونات على اعلى سرعه لغايه ما القوام بتاعي بقى كريمي. وكان في حد سالني امتى اضيف الميه. هتضيف الميه لما القوام يربط معاكي ويتقل ويبقى زي كريم شانتيه. في المرحله دي هتضيف الميه بتاعتنا 200 جرام. كان في واحده سالتني برضو على وزن الميه بتاعتي بتبقى 200 جرام على الميزان. طبعا انا بضيف الميه شويه بشويه لغايه ما القوام يعني احافظ على القوام بتاعي. وطبعا الكلام ده احنا اتكلمناه في فيديوهات كتير، بس برضو عشان حبايبي الجداد اللي بيبقوا لسه داخلين يبقوا عارفين احنا بنتكلم في ايه والدنيا فيها ايه، عشان ما تتوهش مني. خلصت كميه الميه كلها، بوطي العجان وبشغل الفرن في المرحله دي على درجه حراره 200، وبشغل من فوق وتحت. لو الفرن غاز كهرباء، لو غاز بشغل من تحت بس على درجه حراره 200 اللي هي قبل الاخيره، يعني مش اعلى حاجه. وبحط طبق من تحت، وبحط في الشبكه اللي في النص، ومن فوق ما يبقاش شغال. يعني بسوي الصاج على تحت بس، الصهد بقى اللي بيطلع هو اللي بيسوي لي من فوق. بوطي العجان. وطبعا بكون مجهزه الدقيق بتاعي. الدقيق 240 جرام من الدقيق، عليهم 50 جرام من النشا، وعليهم معلقه صغيره اللي هي معلقه الشاي دي، بيبقى مليها 10 جرام. في حد كان بيقول لي انا بحط معلقه كبيره بتبقى وزنها 10 جرام. مش عارفه، بس هو عامه انا معايا بتبقى هي المعلقه المعياريه الصغيره او المقاس، هي دي بتطلع لي 10 جرام. بالكوبايه، كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم ربع كوبايه من النشا، ومعلقه الايه اللي هي الشاي. البيكنج باودر انا بشتغل ببيكنج باودر اللي هو العادي، البيكنج باودر العادي اللي هو العلب ده، بجيب العلبه ب 45 جنيه، تقعد معايا شويه حلوين. ببتدي اضيف الدقيق واحده بواحده زي ما انتم شايفين لحد ما اخلص الكميه كلها. وطبعا انا موطيه العجان، بس يمكن الفيديو هنا سريع شويه، لكن انا بوطي العجان على اول مرحله. وممكن في المرحله دي تعمليها من غير عجان بالمضرب السلك، وتقلبي واحده واحده لغايه ما تخلصي الكميه كلها. بس يعني احنا بنقول برضو ان ايه، نحاول نسهل الامور على نفسنا. عادي بنشغل بالعجان، بس اهم حاجه ما اضربش على سرعه عاليه، لان انا لو ضربت كثافه الدقيق اتقل من الفوم اللي بيطلع من البيض. فلو انا ضربت على سرعه عاليه الفوم ده هيهبط مني وهيطلع لي كميه اقل. فاحنا عايزين نمشي خطوه خطوه، يعني سواء كنا بنضيف الميه واحده واحده، بنضيف الدقيق واحده واحده. كل ده عشان يحافظ لي على الكميه بتاعه الفوم وتبقى ماليه العجان زي ما انتم شايفين. طبعا التقليبه اللي في الاخر دي لازم لازم لازم، علشان اولا بتساعد ان لو في اي تكتلات العجان ما طلهاش يعني في القاع تحت كده، ما تعمليش فراغات وتخلي لي السبونج بتاعي مش كويس، مش طالع ناجح. التقليبه دي بتقفل المسام بتاعه العجين، علشان يطلع لي السبونج ناعم خالص وايه واملس كده. لا، كل ما القوام بتاعي يبقى ناعم تعرفي ان ايه السبونج بتاعك هيبقى ناجح.
انا بفرد الكميه كلها كده في الصاج اللي بشتغل بيه 30 في 40، 32 في 42، 32 بالمسطره كده في 42. انا هعمل الكميه بتاعتي قد ايه؟ هعمل صاج فانيليا وصاج شوكولاته وصاج نص ونص، لان الصاج الفانيليا هقسمه على 2 والصاج الشوكولاته هقسمه على 2، فهيفضل لي طبقه فانيليا وطبقه شوكولاته، فهعمل لهم صاج نص ونص. ده كده التقسيم تمام. علشان انت لو عايزه تعملي التورتايه اللي هي 30 في 40 هتعملي المقدار ده 3 مرات. لو هتعمليه في صينيه اللي هي اكبر مقاس هتعملي بنفس المقدار، بس اقسميه على مرتين. يعني هتعملي مثلا 4 بيضات ونفس المقدار ده كده، بس هتزودي في الدقيق، هتخليهم بدل 300 جرام من الدقيق هتخليهم 400، وهتخلي البيض 4، هتخلي الميه 300 جرام، وهتعملي المقدار ده مرتين. هتعملي بقى نص، وتقسميهم في الصاج نص فانيليا ونص شوكولاته، وهتدخليهم الفرن على درجه حراره 180. هتشغلي من تحت بس في حاله انغاز او كهرباء. بس احنا الفرق بقى ان احنا بنحط الطبق اللي هو بتاع الميه ده بيوزع لي الحراره. ده كده بالنسبه للمقدار بتاع الاسبونج. انا كده بعمل المقدار التاني بنفس الطريقه بنفس المكونات بالظبط، بس الفرق ان انا بضيف في اخر مرحله معلقتين من الكاكاو وبحطهم في الصاج وبفردهم بنفس الطريقه وبسويهم بنفس الطريقه. والصاج التالت هعمله نص ونص. يعني احنا كده عملنا 3 صاجون، الصاج فانيليا، صاج شوكولاته، وصاج نص ونص. طبعا هسيبهم يبردوا، وبعد كده هبتدي اجيب البورد بتاعتي. وطبعا بحاول اقلل عن البورد شويه علشان لما اجي اجلس التورتايه بتاعتي تبقى مظبوطه من الجناب، مش طالعه عن البورد. يعني البورد دي 30 في 40، فانا علشان اجلس تطلع لي مظبوطه تمام. طبعا لو انتوا حابين تحطوها على صاج اكبر مفيش مشكله، بس علشان هي التلاجة بتاعتها ما كانش اكبر من كده، فقالت لي اعملي لي التورتايه بتاعتي على قد المقاس بالظبط. طبعا قطعت الصاجين بنفس الطريقه، الثلاث صاجين بنفس الطريقه، وجبت اللي هو الجزء اللي هو الجنب اللي هو في فانيليا حطيته وسقيت، وطبعا عملت كريمه. ودي الكريمه بتاعتنا اللي احنا اشتغلنا بيها اللي هي كواليتي ستار. طبعا احنا قلنا ان كواليتي فيها كذا نوع. في انواع كده وانت بتعمليها تحس ان هي بتمط منك، يعني مش حلوه خالص. في انواع بتسيح بسرعه، فانت وانت بتشتري يعتبر كواليتي ستار زي ريتش المتحده اللي احنا كنا بنشتغل بيها. بس الفرق ان طبعا دي بتتباع ب 200 جنيه وفي الجمله بتتباع ب 190، فطبعا سعرها هيفرق معاكي جدا جدا. بالنسبه ان هي قوامها حلو جدا وبترمي معانا، يعني الكوبايه بتملى لك العجان، فحلو جدا. هتوفر معانا الفتره اللي جايه لو جربتيها. وطبعا لو حابه تجربي اي حاجه ايا كان اللي بيقولك، ولو مصدر ثقه وانت واثقه فيه برضو جربي بكميات قليله. يعني انا الراجل اللي بشتغل معاه ده راجل كويس جدا وانا بثق في كلامه، بس انا بحب اجرب الحاجه بنفسي. فلما جربت في نص كيلو فعجبتني جدا، فبعت جبت منها تاني. طبعا انا كده جلست كل يعني الجنب ده والجنب ده. وطبعا لازم هدخل التورتيه بتاعتي التلاجة ترتاح شويه بعد التجليس اللي هو الاولاني ده. وبعد كده ببتدي اجيب التجليسه الاخرانيه. طبعا دي بتفرق جدا جدا لما انت تيجي تشتغلي ان انت تدخليها التلاجة وتيجي بعد كده تجلسي التجليسه الاخرانيه دي، بتحسي ان القوام تقل معاكي بسرعه، واستحاله حتى لو الجو حر معاكي ان الكريمه اللي انت حطيتيها الاخرانيه تفك معاكي او تسيح. جربي الموضوع ده برضو هتفرق معاكي جدا. وانا اللي خلاني بقيت اجرب الموضوع ده، طبعا انتوا عارفين ان انا بشتغل وبحط الكيك بتاعي او السبونش بعد ما اخلصه تجلسه اولانيه او كيك خالص، بحطه في الفريزر وبطلعه قبلها بشتغل فيه. فطبعا ان هو طالع ساقع لما تيجي تحط عليه كريمه بيفرق معاكي جدا في تماسك الكريمه معاكي. لو ده للناس اللي بتشتكي طبعا الكريمه بتسيح منها ومش بتعرف تظبطها في الصيف. طبعا جبت الصوره بتاعتي ولقيتها مكسوره كده من الجنب، بس مش مشكله. انا سيحت شوكولاته بمعلقه كده من الزيت، وهدخلها طبعا التلاجة تشد شويه. احاول طبعا اظبط يعني الصوره بتاعتي على قد ما اقدر. طبعا بعمل دربات الاول من الشوكولاته من الجناب علشان لما احط الصوره واحط الكريمه ما تضايقنيش. هجيب الصوره طبعا احاول اظبطها على قد ما اقدر علشان هي يعني كانت متكسره من كذا جنب، يعني مش من جنب واحد. فاقول لكم برضو حلها ايه لو الصوره اتكسرت معانا. طبعا احنا هنظبطها في المكان اللي احنا هنحدده بالظبط الاول، وبعد كده هنشيل. طبعا انا بحاول طبعا اظبط الحته اللي اتكسرت، وكان في جنب تاني اتكسر برضو، مش عارفه ليه الصوره كانت مالها مش مظبوطه ليه. وطبعا اهم حاجه الجيلو التلميع
مع اي صوره لازم نحط عليها جيلو تلميع، بتدي لمعه كده، بتغير شكل الصوره خالص. يعني انت اصلا وانت بتشتغلي هتحسي ان الصوره كانت باهته، وتحسي ان مره واحده ايه، كان النور قطع عنها والنور جه. هتلاقيها نورت كده معاكي. انا عملت يعني عملت كده برواز حوالين الصوره. طبعا حاولت اكبر الروزيتات عشان تداريلي الكسورات اللي موجوده في الصوره على قد ما اقدر. وطبعا جبت بقى الجنب اللي هو الفانيليا وعملت بيه روزيتات، وطبعا برضو روزيتات عملتها كبيره، لان لو كنت عملت روزيتات صغيره كان الموضوع هيبقى صعب قوي، ان انت عامله برواز كبير ومن جنبه روزيتات صغيره، فمش كانش هيبقى احلى حاجه. وعملت برضو الناحيه التانية بال القمع طبعا النجمه اللي احنا بنشتغل بيه. عملت من ناحيه الشوكولاته برضو، عملت بقيه البرواز، وعملت من تحت حزمه التورتايه برضو نصها نص شوكولاته ونص فانيليا وجبت طبعا الشوكولاته اللي هي الشباك. عملت كده في قالب السيليكون. طبعا كان في حد سالني القوالب السيليكون دي احنا بنجيبها من مستلزمات الحلويات، بيبقى عندهم اشكال كتير جدا وحروف، والنسبه طبعا للناس اللي في المحافظات اللي بيبقى مش متوفر عندهم. في محلات كتير جدا بيبقى فيها شحن وبتوفر شحن للمحافظات. وانا المكان اللي انا بجيب منه الخامات برضو الفتره اللي جايه هيوفر شحن المحافظات، يعني لو حابين ان انا اسيب لكم رقمه مفيش اي مشكله. وحطيت جناش كده من الشوكولاته حوالين الاماكن الفاضيه علشان الكريمه. وبعد كده جبت ورق الفاكيوم وعملت اللي هو اشكال كده بالشوكولاته اللي هو الملولو دوت، وعملت برضو شكل ورده من الجنب ده، ووزعت كريسبي. وكانت التورتيه بتاعتي سهله وبسيطه ما فيهاش اي تعقيد. ويعني لو انت مبتدئه ولسه بادئه مشروعك وعايزه تعملي تورتايه بالشوجر شيت او تورتايه مقاس كبير، الشغل في التورت الكبيره اسهل كتير من الشغل في التورت الصغيره. انت بس جمدي قلبك وسمي بالله كده واتكلي على الله، وان شاء الله الدنيا هتظبط معاكي. مفيش اي بني ادم في الدنيا اتولد لقى نفسه متعلم كل حاجه، لازم نتعلم حتى لو غلطنا ما نيأس، لازم نكمل. وده الفيديو بتاعي، ويا رب يكون عجبكم، وهستنى تعليقاتكم. شكرا ليكم ومع السلامه.